في الدرس ده إن شاء الله هنتعرف إزاي نعمل تقارير في الباور بي آي. فيلا بينا نبدأ الدرس. إحنا معانا التقرير ده فيه إيه بالظبط؟ التقرير ده فيه بعض الداتا، فيها HR داتا، وفيها جوب رول داتا، وفيها جوب ليفل داتا، وده البروجكت بتاعنا. تمام، ده البروجكت بتاع ال HR. طيب هنعمل إيه في البروجكت ده؟ أول حاجة هننشئ ماب، تمام، بالتفاصيل الآتية. أول حاجة الماب دي فيها إيه؟ عدد الموظفين في كل مدينة. يعني جه عميل دلوقتي ليك وطلب منك حاجة معينة في البروجكت بتاعه، عايز ماب وفيها عدد موظفين في كل مدينة، عدد الذكور في كل مدينة ده تو تب، وعدد الإناث في كل مدينة تو تب برضو، ونسبة الذكور ونسبة الإناث. طيب هنعمل الكلام ده إزاي؟ طيب خلينا بقى نروح للبروجكت نفسه اللي هو الاتش ار. احنا عايزين نتخيل الداتا بتاعتنا. طيب هنيجي عند الاتش ار. هنا بيقول لي هنا في ميل وفيميل. ادي الميل والفيميل اهي في الجندر ده اللي هو ايه؟ الذكور ولا اناث. فهنا في الميل والفيميل. طيب فانا كده هعرف اعداد الميل والفيميل والنسب بتاعتهم من الكولوم ده. طيب هو عايز ايه تاني؟ كده عرفنا الاعداد والنسب. عدد الموظفين في كل مدينة. عدد الموظفين في كل مدينة المفروض هنا يكون في مدن. طيب خلينا نيجي كده شوية نبحث هل في مدن ولا لأ. في مدن اهي، ديبارتمنت سيتي. فهنا في كايرو، في جيزة، في ألكسندريا. تمام، المفروض أليكس دي تكون ألكسندريا. تمام. طيب دي المدن بتاعتنا كلها، وفي دمياط والجيزة ومطروح. تقريبا مفيش مطروح. طيب في دمياط والجيزة وبورسعيد. تمام. طيب فدي المدن بتاعتنا، فكده عرفنا خلاص. فهنعمل ايه؟ هنعمل ازاي الكلام ده؟ هنفتح البروجكت اهو، وهنفتح الباور بي اي. نكتب هنا باور بي اي، ونفتح البرنامج بتاعنا، ونختار بلانك ريبورت. بص هو انا بحب الصفحة بتاعتي تكون 1920. يعني هنا باجي بدوس على دي. معلش مش هدوس عليها مرتين، هدوس عليها مرة واحدة، واجي عند فورمات يور ريبورت بيج، واجي عند هنا الكانفاس، واختار التايب ده هعمل كاستم. وانا بحب هنا تكون 1080 وهنا 1920. تمام، عشان تتناسب الشاشات الايه ال HD. طيب ف بعد ما بعمل كده بعمل insert للداتا. طيب الداتا مكانها فين؟ هعمل جيت داتا هنا، واختار الاكسل عشان هو ملف اكسل، واعمل كونكت. انا كده بختار الداتا. طب الداتا مكانها فين؟ الداتا هنا في this PC، واختار الفايل ده، واختار فريلانس، واختار كورس باور بي اي، واختار باور بي اي بروجكت. فده البروجكت بتاعنا. طيب البروجكت بتاعنا فيه ايه؟ فيه الاتش ار داتا. فانا مش انا هسحب الداتا من الاتش ار، فانا هسحب من اتش ار داتا. طيب في اتش ار داتا تاني هنا. شايف العلامه دي؟ العلامه دي تيبل، والعلامه دي مش تيبل. فانا بختار التيبل. يعني لو كانت الداتا موجوده في التيبل ده هيكون بالنسبه لي افضل. ليه؟ هقول لك ليه. اول خلينا بس نختار الداتا في شكل تيبل، ونعلم عليها هنا وندوس لود. هقول لك افضل ليه. هي بتعمل لود للداتا دلوقتي، وانا هاجي في ملف الاكسل اقول لك افضل ليه. دلوقتي انا لو عملت هنا هعرف ازاي انه تيبل. انا اول ما هدوس في اي خليه هنا، وهيظهر لي هنا تيبل ديزاين. طالما ظهرت لي الخانه دي يبقى ده تيبل معمول في تيبل. اسمه ايه؟ اسمه اتش ار داتا. طيب انا لو ما كانش تيبل ده وكان حاجه عاديه، تمام، لو انا عامل اي فورمات هنا اهو، الفورمات ده بالشكل ده او اي فورمات، لو انا عامله مثلا ده مثلا باللون الابيض، تمام، اللي هو هنا الديزاين بتاع التايتل او الكتابه باللون الابيض، وعملته كده ده باللون الابيض برضه.
كده هو ممكن ما يبانش. تمام، الفورمات ده ممكن ما يبانش. ففي الباور بي اي هيقرا ايه؟ هيقرا ان هنا في كولوم، وهنا في التاني، وهنا في التالت، وهنا في الرابع كولوم فاضيين. فبالنسبه لك انت، هو شايف هنا في كولوم فاضيه. لو انت مسحت الفورمات او ضفت حاجه هتلاقي في لخبطه في الباور بي اي. تمام، لو انت مسحتهم كده هيقول لك الكولوم دي مش موجوده. تمام، ويعمل لك مشكله في الشيت. لو انا عملت كده وعملت كنترول ناقص كده هعمل مشكله في الشيت. تمام، فانت تختار التيبل افضل، عشان كده قلت لك اختار التيبل. طيب لو انا طيب ده مثلا مش تيبل، لو بعمل تيبل ازاي؟ بعلم عليه كله كده واعمل كنترول شيفت وانزل لتحت. تمام، واختار هنا insert واختار تيبل. انا مش ظاهره ليه هنا عشان هو اصلا تيبل. تمام، طيب فلو هو مش تيبل كان ظهرت لي علامه التيبل واخترته انه ايه يكون تيبل. فانا زي ما قلت لكم كده اخترت علامه الاتش ار تيبل، الاتش ار دي وعلامه التيبل، فانا جبتها هنا عملت insert للداتا. بعد ما اعمل insert للداتا هو بيقول لي ايه هنا؟ بروجكت اتش ار. هو عايز ايه؟ عايز تول تيب فيها الحاجات دي، وعايز بابل كده، بابل سايز فيها عدد الموظفين في كل مدينة في المابس. طيب خلينا ننشئ الماب الأول. فين الماب؟ هي دي ماب أذر ماب، وفي هنا الماب. هنختار الماب اللي هو عايزها دي، هو الماب بس. فنختار الماب، كبرناها كده شوية عشان نكون شايفينها مع بعض. وعايز فيها ايه؟ زي ما بنقول عدد الموظفين في كل مدينة، عدد الموظفين في كل مدينة. فباجي هنا اللوكيشن ده هكتب فيه ايه؟ هحط فيه ايه؟ المفروض اللوكيشن ده هحط فيه المدن، صح؟ بالظبط. طيب هنا المدن فين؟ خلينا نفتح الشيت الاتش ار ونيجي هنا عند الكولوم بتاع المدن اللي هو ايه؟ ديبارتمنت سيتي. هو ده اسمه ديبارتمنت سيتي اهو، ديبارتمنت سيتي. فانا عرفت اسمه ديبارتمنت سيتي، هاجي هنا على الديبارتمنت سيتي هنا، هو ده، واخترته كده. اول ما اخترته جالي في اول لوكيشن في اللوكيشن. طبعا فرضا انا اخترت كده علمت عليه وجالي في حته غلط، فانا بختار كده هنا وانزل بيه كده. تمام، وممكن اعمل حاجه تاني، اختار كده وانزل بيه هنا. تمام، هيجيبه لي برده في اللوكيشن. فانا افضل حاجه بالنسبه لي هاخدها كده واحطها فين؟ في اللوكيشن. فانا كده عرفت مكانها فين. هنا ظهر لي اسكندريه، ظهر لي كايرو، ظهر لي الجيزه برضو هنا تقريبا، وهنا بورسعيد، وهنا دمياط. تمام، طيب بدون اي داتا. يعني لو جيت علمت على اي حاجه هنا ظهر لي اسم المدينه فقط. تمام، هنا ظهر لي اسم المدينه فقط. تمام، طيب انا عايز هنا البابل سايز دي عايز فيها ايه؟ هو بيقول لك البابل سايز دي عايز فيها عدد الموظفين في كل مدينه. طيب عدد الموظفين اجيبه ازاي؟ اروح للايه، للعدد للشارت بتاعنا هنا، وهنا اشوف اي حاجه فيها اعداد. طيب نشوف هنا ممكن في كايرو هنا عامل ايه هو هنا. طيب هو بص، عامل كل كل رو خاص بموظف. تمام، خاص بموظف. هنا امبلوي كاونت عدد الموظفين 1. تمام، خلينا نختار من امبلوي كاونت دي اللي هو الكولوم رقم اس، نحطه هنا فين؟ في البابل سايز. امبلوي كاونت هو ده، امبلوي كاونت نحطه فين؟ في البابل سايز. فكده هنا جاب لي البابل سايز بتاعي. الامبلوي كاونت هنا 252 في اسكندرية، وهنا 322 في دمياط، وهنا في بورسعيد 370، وفي كايرو 232، وفي الجيزة 294. ممكن أنا أعمل شكل للماب دي. أجي هنا أغير في الفورمات بتاعها، والسايز بتاع البابل ده ممكن أكبره، أو ممكن نخليه بدل ما هو -10 ممكن أخليه 10، فتلاقيه كبر بالشكل ده. تمام، هنا بقول لك كاتيجوري ليبلز. لو انا علمت كده هيظهر لي الكاتيجوري بتاع كل منطقه. يعني هنا انا لو شلتها
مش هيظهر لي اسم المدن. لو انا عملت لها اون هيظهر لي اسم المدن. تمام. انا عملت هنا كاتيجوري ليبل ظبطته. هنا بالنسبه للكالر، لو انا عايز اغير الكالر بدل ما هو ازرق مثلا اخليه مثلا لون زي كده مثلا. اللون اللي انا هختاره هحطه يعني. تمام. طيب هنا بص، هنا في زوم بوتون انا ضفته هنا. الزوم بوتون ده لو انا دوست هنا عشان يعمل لي زوم على زوم ان وزوم اوت. تمام. هنا لاسو بوتون لو ضفته اختار كده، دي اللاسو بوتون. يعني بص اللاسو بوتون دي عايز اظهر دول بس او دول او دول بس، فانا بعمل لاسو بوتون. لو عايز اظهر 2 أو 3 ايا كان فبدوس على اللاسو بوتون دي وهي تظهر لي هنا. لو انا عايز اغير في التايتل بقى، اخلي التايتل ده اخليه مثلا اقول لي sum of map. هنا employee نكتب مثلا عدد الموظفين في كل مدينة. لو أنا عايز أغير التايتل. تمام. طيب عايز أغير لون التايتل. أغير لون التايتل مثلا أخليه بالأبيض. لما أنا خليته بالأبيض هو كده مش ظاهر. عايز أخلي باك جراوند للون ده، خليه مثلا باللون ده. تمام. مش أفضل حاجة اللون ده، ممكن نخليه بلون تاني. لو خليناه باللون ده، أو ممكن نيجي عند مور هنا نختار اللون ده ماشي. تمام. أو خلينا ممكن نغير خالص كده، خلينا اللون ده كويس ماشي. ونخلي التايتل كده في السنتر، ونكبر التايتل ده نخليه 18 ماشي. عايزين نعمله بولد بنعمله بولد، عايزين نشيل البولد بنشيله، عايزين نغير الفونت نفسه ونغير الفونت. مثلا نخليه الشكل ده. الفونت المفروض يتغير يعني عشان اهو. شوف انت الفونت المناسب ليك بتخليه موجود هنا، لكن احنا خلينا في الفونت الفورمال بس. ف ده بالنسبة للماب. طيب هو بيقول لك الماب دي انا عايز فيها ايه؟ عايز فيها تول تيب. يعني ايه تول تيب؟ هقول لك يعني ايه تول تيب. تول تيب دي بنعمل هنا اضافة كده نيو بيج، والبيج دي بنيجي عند الفورمات يور ريبورت بيج، وبنختار الكانفاس سيتنج، وبنيجي هنا نختار تول تيب. طيب نختار تول تيب. طيب هو بيقول لي ايه؟ عايز تول تيب فيها عدد ذكور وعدد الاناث. بص عدد ذكور واناث وبعدين النسب بتاعتهم، فدي كده تلبس معاك على طول باي تشارت، لان باي تشارت هي اللي بتظهر الحته دي. طيب عدد الذكور والاناث، لو جينا هنا في التيبل بتاع الاكسل عايزين الجندر اللي هي فيها الميل والفيميل. الجندر ده اهو هو ده. تمام. ونحطها في الليجند. الليجند ده اللي هو الخيارات دي. تمام. طب الفاليو المفروض هنا اللي يجيب لي القيم بتاعت النساء والذكور، الاناث والذكور بحطها في الفاليو هنا برضو الجندر برضو، لان هنا فيها اعداد الجندر ككاونت واعداد الذكور ككاونت. تمام. فانا جايبها لي بالشكل ده. لو انا عايز اغير اللون، طب خلينا قبل ما نغير اللون ممكن نغير التايتل. هنا نكتب اعداد الذكور والاناث. تمام. ونغير التكست ونخليه في السنتر كده هنا. تمام. وعايزين نغير برضو شكل الفيجوال بتاعه نفسه، نيجي عند فيجوال ونختار سلايسر، ونيجي عند الاول دي في الكالر الميل
نخليها مثلا باللون الأزرق ده، أو خلينا الأزرق ده. والفيميل نختار هنا فيميل ونخليها اللون بينكي. تمام. بس الألوان دي أنت حر فيها يعني، أنا بختار الألوان بشكل سريع. طيب هنا ظهرت حاجة ما ظهرتش حاجة ليه؟ عشان أنت معلمتش هنا إن في تول تيب. بنيجي هنا ونختار جنرال ونقول له تول تيب، ونختار هنا البيج اللي هي بيج 2 التول تيب بتاعتنا. طيب هنيجي هنا موجودة التول تيب اهي. يبقى كده في بورسعيد الميل اللي هو الذكور عددهم 264 بنسبة 71%، والإناث 106 بنسبة 28%. وده كان أول درس معانا في ال HR Project، وإن شاء الله أشوفكم الفيديو اللي جاي في إنشاء ال Stacked Bar Chart.